ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل التوميه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. يلا بسم الله نبدا مع بعض. اول حاجه هحط كوبايه ميه وهضيف عليهم 3 معالق كبار نشا. وهقلب كل ده على البارد. هخلط المكونات كويس قوي مع بعض على البارد وبعدين هرفعها على النار. بعد ما خلطت المكونات كويس قوي على البارد رفعتها على النار على نار متوسطه. هفضل اقلب فيها تقليب مستمر. هنفضل نقلب فيها على النار لحد ما توصل للمرحله دي ان يبقى لونها شفاف كده. في الوقت ده انا بطفي عليها النار وبسيبها تبرد تماما وبعدين اكمل باقي خطوات التوميه. انا هنا عندي نص معلقه توم. هو المفروض معلقه كبيره توم او 3-4 فصوص، بس انا مبحبش التوم كتير فهستخدم نص معلقه بس. معلقتين كبار زبادي وربع كوبايه لبن، معلقه ونص خل، وزيت وربع كوبايه زيت. تمام، هنضرب كل ده. هحط معاهم اللبن او الحليب وهحط المعلقه ونص زبادي وهحط رشة ملح وهنضرب. ممكن تضربي في خلاط او في كبة او هاند بلندر، المتوفر عندك استخدميه عادي. هضرب المكونات دي مع انا ضربتهم كده مع بعض. بصراحة مش عارفة اصور انا وبضرب لان بصور بايد وبشتغل بايد، فانا هقولكم بعمل ايه وهضرب من ورا الكاميرا. اوكي، حاليا هضيف الخليط اللي احنا عملناه ده بقى كده. بعد ما برد هضيفه وهضربه كويس قوي. انا لسه محطتش الزيت، مش هحطه دلوقتي. تمام، انا فكيت المكونات شويه مع بعض وبعد كده هضيف الزيت خيط رفيع كده زي كده مثلا. تمام، انا وبضرب تمام لحد ما اخلص كميه الزيت كلها. ده شكلها بعد ما ضربتها، ناعمه وجميله طعمها تحفه. بس الامانه يعني هي كانت تخينه معايا فانا زودت حوالي معلقتين ميه. يعني لو لقيتوها تخينه معاكم جامد ممكن تزودوا معلقتين ميه او 3، او ممكن تزودوا حتى لبن، بس انا زودت ميه وطلع بجد تحفه. بس كده التوميه بتاعتي كده جاهزه. طبعا لو حابين تخلوها توميه حاره هتضيفوا لها هريسه شطه، هتضيفي قد ما انتي حابه. وبس كده الفيديو بتاع النهارده خلص. انا هغطيها واحفظها عندي في التلاجة. كده الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.